أعظم مباراة في التاريخ، ديسمبر 1914، فترة أعياد الميلاد وفي نفس الوقت فترة الحرب العالمية الأولى ما بين الحلفاء بقيادة إنجلترا والمحور بقيادة ألمانيا. بلجيكا كانت ساحة حرب للجيشين وفيها معسكر للاتنين بيفصل ما بينهم منطقة اسمها منطقة لا أحد أو المنطقة المحرمة. مش مسموح لأي حد من الجيشين إنه يكون موجود في المنطقة دي. العساكر الإنجليز في الخندق بتاعهم واللي كانوا مضطرين إنهم يروحوا الحرب، كل واحد فيهم كان بيفكر إن الليلة دي ليلة العيد مفروض يكون في بلده مع أهله بيحتفل، مش في حرب في بلد ما يعرفهاش. واحد فيهم وهو قاعد كده راح مدندن أغاني وترانيم عيد الميلاد، وفجأة واحد كمان بدأ يغني معاه، وهكذا لحد ما كلهم بقوا بيغنوا. أصواتهم وصلت للخندق التاني بتاع الألمان، واللي بدأوا هم كمان يغنوا بلغتهم أغاني عيد الميلاد. ومن خندق الألمان خرج جندي ألماني لوحده خالص، معهوش أي سلاح، ورافع إيده لفوق وبيقول: الليلة دي ليلة العيد، بلاش تكون ليلة دمار. راح واحد من معسكر الإنجليز عمل زيه بالظبط، وفضلوا يمشوا قدام بعض لحد ما تلاقوا وسلموا على بعض. في اللحظة دي كل اللي كانوا في الخنادق أدركوا إن الليلة دي ليلة سلام، وبدأوا كلهم يخرجوا من الخنادق يتقابلوا ويتبادلوا الكلام والطعام والدخان وحتى هدايا أعياد الميلاد. وفجأة واحد فيهم رمى كورة في النص، ومنطقة لا أحد بقت منطقة الجميع، وبقت مباراة ما بين الفرقتين. وبرغم إنها كانت بتتلعب للمتعة، محدش مهتم مين يكسب ومين يخسر، إلا إنها اتحولت لواحدة من أعظم المباريات في التاريخ كله، وانتهت بأفضل نتيجة ممكنة. انتهت بهدنة وبليلة سلام واحدة في وسط حرب عالمية.